كل سنة وانتم طيبين. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل طبق فتة باللحمة الضاني، بجد طعمه حلو جدا. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وكومنت واكسبلور. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ازاي يطلع معاكي تحفة جدا. اول حاجة هنسخن هنا حلة على النار تسخن كويس، اهم حاجة معانا. بعد كده هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنحط طبعا اللحمة تكون اللحمة غسلينها وحلوة جدا معانا. هنديلها كده صدمة حلوة جدا. اهم حاجة لما تيجي تنزلي اللحمة ما تقلبيهاش في الاول علشان ما تنزلش المية بتاعتها. اول ما تاخد معانا لون من تحت بعد كده هنقلبها على طول على الجنب التاني تاخد لون معانا حلو. بعد كده هنحط هنا بصلاية متوسطة وهنحط فيها ورقتين من اللوري، وهنحط كمان معلقة كبيرة من الملح. طبعا اللحمة اخدت معايا لون حلو جدا. بعد كده هننزل عليها على طول بالمية تكون سخنة معانا. هنحط كده المية كده تمام. بعد كده طبعا هنديلها كده تقليبه وهنغطيها وهنسيبها لحد ما تستوي كويس معانا. كده خلاص طبعا اللحمه استوت معانا. هنركنها كده على جنب. بعد كده هنجيب هنا صينيه وهكون مشغله الفرن على درجه حراره تكون عاليه معانا. هنحط معلقتين زيت، هكون طبعا مقطعه العيش اللي انا هستخدمه في الفته، وهنقلبها كده كويس. وبعد كده طبعا هندخلها الفرن تحمر معانا وياخد لون حلو جدا ناعم معانا. كده خلاص جهز معانا بعد ما حمصنا العيش. بعد كده هنحضر الصلصه بتاعه الفته في طاسه تسخن كويس. هنحط فيها معلقتين من الزيت، بعد كده هننزل عليها بمعلقتين كبار من الثوم يكون مفروم ناعم جدا. هنشوح كده التومه كده تاخد لون معانا ذهبي فاتح. بعد كده طبعا هكون مجهزه شفشق من عصير الطماطم وعلى طول هنحطه على الثوم. هندي لها كده تقليبه. طبعا بعد كده هنظبط طبعا الملح بتاعها وهنحط فلفل اسود. هنحط كمان معلقتين كبار من الصلصه. هندي لها كده تقليبه حلوه. بعد كده هنغطيها وهنسيبها لحد ما تتسبك معانا الصلصه. هنسيبها طبعا تتسبك كويس. وكده خلاص بعد ما تسبكت معانا الصلصه شايفين شكلها القوام بتاعها حلو جدا. كده خلاص جهزت معانا. بعد كده هنجيب هنا حله على النار هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنحط كوبايتين من الميه تكون سخنه معانا. وبعد كده اكون مجهزه كوبايتين او 3 كوبايات من الرز. طبعا كل كوبايه من الرز المصري هنحط عليها كوبايه من الميه تكون سخنه معانا. هنظبط كده معلقه كبيره من الملح. وبعد كده هنقلبها كده تقليبه وهنغطيها طبعا وهنسيبها تستوي كويس معانا على نار متوسطه. كده خلاص الرز طبعا جاهز جميل معانا جدا، وكمان الحبايه بتاعته مفلفله وحلوه قوي. هنركنه كده على جنب. بعد كده هنعمل هنا صوص الزبادي. هنجيب هنا طاسه تسخن كويس هنحط فيها معلقتين كبار من السمنه تسخن اهم حاجه كويس. بعد كده هكون مجهزه معلقه كبيره من الثوم المفروم ناعم. هنحط كده معلقه الثوم وهنسيبها طبعا تحمر معانا كده كويس. اول ما تاخد معانا لون ذهبي كده فاتح هكون مجهزه مكعب من المرق. هنحط كده مكعب المرق وهنطفيه على طول بمعلقتين كبار من الخل. هتقلبيها. وبعد كده طبعا هكون مجهزه كوبايه من الزبادي. هندي لها كده تقليبه طبعا وهنرفعها على طول من على النار علشان الزبادي ما تفصلش معانا. كده صوص الزبادي جاهز معانا، بجد طعمه وهمي جدا. هنجيب هنا الطبق البايركس اللي احنا هنحط فيه الفته. هنحط اول طبقه كده من العيش، بعد كده هنسقيها على طول بالشوربه لازم تكون سخنه معاكي علشان العيش يطرى معاكي. بعد كده هنحط طبقه من الرز الابيض شايفين ما شاء الله يعني مفلفل وحلو جدا. هنوزعها كده كويس. بعد كده طبعا هنحط طبقه من الشوربه زي ما اتفقنا لازم تكون سخنه معاكي. بعد كده هنحط طبقه من الصلصه هتوزعيها بالشكل ده كده. طبعا طبق الفته جهز معانا. بعد كده طبعا جهز معانا. بعد كده هنحط عليها صوص الزبادي هنحطه كده بالشكل ده. بجد صوص الزبادي ده طعمه وهمي جدا حلو قوي، جربوه ويعجبكم جدا. كده طبعا الطبق جاهز معانا. هنحط كده اللحمه على الوش من فوق. وبعد كده طبعا بيتقدم بألف هنا وشفا، بجد ألذ أطعم طبق فتة ممكن تجربوه، طعمه وهمي جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفدتم. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واكسبلور واشتراك في القناه. يلا باي.